بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فنحمد الله عز وجل أن أتمم علينا هذه النعمة، فأعاننا على الصيام والقيام، وأعاننا على ذكره، وما علينا إلا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فإن الله عز وجل ينعم على العباد بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وما تحل من نعمة بالعبد إلا وهي من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ونعم الله عز وجل على العباد تترى، ومن أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده نعمة الهداية والتوفيق لهذا الدين القويم ولهذا الصراط المستقيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ممتنا على عباده المؤمنين من هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ماذا؟ نعمتي. فسمى الله عز وجل هذا الدين نعمة ونعم فهي أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه. فاحمد الله عبد الله أن وفقك لهذا الدين القويم وإلى هذا الصراط المستقيم. وأيضا من مواصلة هذه النعمة ومن توابع هذه النعمة أن يوفقك الله عز وجل إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى الابتداع ولا إلى الشهوات ولا إلى المخالفات ولا إلى الانحرافات، إنما لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنعم الله عز وجل على العبد بأن وفقه إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليحمد الله عز وجل على ذلك. واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا دين الإسلام لا يكون بمجرد أقوال وبمجرد هتافات وبمجرد شعارات. لا عباد الله، ليس هذا هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو التمسك بدين الله عز وجل. إنما من أراد أن يكون متمسكا بدين الله عز وجل ومن أراد أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأخذ بقال الله عز وجل في كتابه وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على هدي سلف هذه الأمة. انظر عبد الله، لا تقدم على شيء، لا تعمل شيء وإن رأيت في عقلك وفي نظرك أنه عبادة وأنه قربة لا تعمله إلا إذا كان لك دليل من كتاب الله
أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل هذه عبادة أو ادعاء هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الدعاوى التي يستقلها بعض الجهال في هذه الأزمان. لا عبد الله، أنت قدوتك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أنا أعمل هذا العمل، هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عمله الصحابة؟ هل عمله الصحابة؟ هل عمله سلف هذه الأمة؟ أم أنا أقول أنا أعمل لأن هذا قربة؟ لا. ضرب لنا مثلا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهذا من أعظم الأمثلة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته ولو كانت عبادة. جاء رجل بعد صلاة الفجر، قام أراد أن يصلي صلاة يعني نافلة مطلقة. ففي نظرنا القاصر وبسبب ويعني جهلنا هذه صلاة هذه عبادة عظيمة. فسعيد بن المسيب العالم أخذ بيده وقال له لا تصلي. كيف لا أصلي؟ إذا يعني اليوم قال أحدنا لرجل لا تصلي، ماذا سيقول له؟ أنت مسلم؟ هكذا سيقول له، يعني سيتهم بأنه كافر. ماذا قال له الإمام سعيد؟ لا تصلي. قال ذلك الرجل أتظن أن الله يعذبني بصلاتي؟ أتظن أن الله يعذبني بصلاتي؟ أني إذا صليت سوف يعذبني الله؟ هذه عبادة. ماذا قال له ذلك الإمام؟ انظروا إلى العلم. قال له لن يعذبك الله عز وجل بصلاتك، وإنما سيعذبك بمخالفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. أنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول هذه عبادة، لا. إذا كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا من شكر النعم. أنعم الله عز وجل عليك بأن هداك إلى دين الإسلام وأن هداك إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شكر النعم أنك لا تعمل إلا بما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي علينا تجاه النعم أننا نقوم بشكرها، لأن بشكر النعم تدوم وتستمر ويزاد للعبد من النعم. أما بكفران النعم فإنها تضمحل وتذهب وتزول. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أذان وعد من الله عز وجل لمن؟ لأن شكرتم، أي إذا شكر العبد النعم التي ينعم الله عز وجل بها عليه. وذلك من أعظم شكران النعم أن تستخدم في طاعة الله عز وجل، أن تستخدم في مرضاة الله عز وجل. فوعد من الله بأن يزيدك من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي إن عصيتم الله عز وجل بهذه النعم لم تشكروا الله عز وجل. ومن عدم شكران النعم أنك تستخدمها في غير ما يرضي الله، واستخدام النعم في غير ومن استخدام النعم في غير ما يرضي الله أنك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ادعيت حبه وإن زعمت أنك تحبه وعملك مخالف فهذا لا ينفعك، لا ينفعك القول، إنما الذي ينفعك العمل، إنما الذي ينفعك العمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. فكيف بنا نأتي بعبادات وبأذكار وبغير ذلك مما يؤتى ويخالف بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليست موجودة في ديننا ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفته وأمر باتباعه. وكذلك الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتيتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يقومون بشكر النعم، وأن يعيننا على طاعته وعلى عبادته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الذين صاموا رمضان وقاموه إيمانا واحتسابا، ومن الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على المواصلة على عبادته، وأن يعيننا على الإكثار من شكره سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.